بيان من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. إن الحرية الجسدية حق أساسي، وهي من صلب المواثيق الدولية والعهود الأممية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومعايير معاملة السجناء. إن استمرار حرمان القائد عبد الله أوجلان من هذا الحق يمثل انتهاكا صارخا لهذه المواثيق، ويشكل جرحا مفتوحا في ضمير الإنسانية. لقد كرس القائد أوجلان حياته للدفاع عن كرامة الشعوب وحقها في الحرية والديمقراطية، وجعل من أفكاره منارة للأمل ومصدر إلهام لملايين الناس في الشرق الأوسط والعالم. إن استمرار اعتقاله لا يشكل فقط خرقا قانونيا، بل يمثل عقبة حقيقية أمام أي مسار جاد نحو السلام والاستقرار في المنطقة. بناء على ما سبق، نطالب بالإفراج الفوري عن القائد عبد الله أوجلان وضمان حريته الجسدية الكاملة دون أي قيد أو شرط. تحمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه هذا الملف، والعمل على إنهاء هذا الظلم التاريخي. نحن كنساء نعلن أن حرية القائد هي امتداد لحرية المرأة، وإن نضالنا من أجل تحريره هو نضال من أجل الحياة، ومن أجل فلسفة المرأة الحياة الحرية. نؤمن بأن قضية المرأة ليست قضية فردية، بل هي قضية إنسانية وأخلاقية مس البشرية جمعاء، وتمثل خطوة حاسمة نحو إرساء سلام عادل ودائم في المنطقة. إننا نرفع صوتنا اليوم ونطالب العالم بالتحرك العاجل، فحرية القائد آبو هي مفتاح العدالة، وهي نداء لضمير العالم كي لا يبقى صامتا أمام هذا الظلم. الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحرية للشعوب، الحرية للمرأة، الحياة، الكرامة. بسروق جيان نابه، بسروق جيان نابه، بسروق جيان نابه، بسروق جيان نابه، بسروق جيان نابه. آزادی جنجیان آزادی، جنجیان آزادی.